السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حلقه جديده من دنيا المطبخ. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الكيك الفاخر ده. هعمله معاكم بطريقتي. مش هتشوفوها غير في دنيا المطبخ، لاني انا مخترعاه كده، والصوص بتاعه ده من فكري انا ما شفتش حد عامله وقلدته، لا ده انا اللي عاملاه. وعملته معاكم الكيكات قبل كده، بس دي يعني هتجربوها الصراحه هتعجبكم جدا، لانها فعلا من احسن الكيكات اللي انا عملتها معاكم على القناه. فان شاء الله يعني نول اعجابكم. متنسوش اللايك، ويلا بينا ندخل على المقادير. اول حاجه في المقادير هي كوبايتين من الدقيق. بنزل كده كوبايه كوبايه زي ما انتم شايفين، وببتدي ان انا انخله. لازم ان انت تنخلي الدقيق عشان يدخل للكيك طراوه كده، وتبقى خفيفه معاكي، ما تبقاش مكتومه. بنخل كل المقادير الجافه، وياريت الدقيق يكون متعدد الاستخدامات او يكون مخصص للكيك. بنخله زي ما انتم شايفين كده، وببتدي ان انا انزل عليه بباقي المقادير الجافه، وهي ربع او معلقتين يعني كوبايه من النشا، وتلت كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني. يا ريت تكون كاكاو خام اسباني، ما تكونش اي كاكاو تاني اللي هو المحلى او العادي يعني، لان دي الصراحه بتبقى جميله جدا في الكيكات. وكمان عليهم معلقه من البيكنج باودر. انا مستعمله اللي هو كيك شيف، اخده منه معلقه واحده، واخده نص معلقه من البيكنج صودا اللي هي كربوناتو. انا اشتغلت بيها وطلعت معايا كويسه. يعني مش لازم انك تجيبي اللي هي متخصصه للحلويات، لو طبعا مش متوفره عندك. لو متوفره طبعا اشتغلي بيها احسن بكتير، بس يعني انا قلت اقول لكم اني عادي. تمام. ومعاهم طبعا رشه الملح، وببتدي ان انا انخل كويس. طبعا واي زياده بستغنى عنها، وببتدي اقلبهم كويس جدا مع بعض. المقادير الجافه كده على بعض، ودي كده خلاص خلصنا كده من المقادير الجافه. ببتدي بقى في الخلاط، او بالمضرب اليدوي، او بالمضرب الكهربي زي ما انا هشتغل دلوقتي، او في الكبه هاند بلندر. يعني ما توقفيش نفسك، اي حاجه هتشتغل معايا. 2 بيضه بس، ما تزوديش. هي هتبقى صينيه زي ما انتوا شفتوا كبيره، بس ب2 بيضه بس. طبعا احنا على قد ما بنقدروا بنعمله حاجات اقتصاديه شويه، او بنوفره في المقادير شويه. حطيت عليهم كيس فانيليا، وحطيت كمان معلقه من الخل. معلقه الخل اوعي تنسيها، لان هي مهمه جدا في كيكه الشوكولاته. تمام. ضفت عليهم كوباية من السكر، وقعدت بقى كده اشتغل بالمضرب لحد ما عطاني قوام كريمي كده، ولونه ابيض فاتح. بنزل عليه بنص كوباية من الزيت. ما بحط السمنة، انا بضيف زيت بس. زيت يكون زيت ذرة كده، او اي زيت يكون ريحته كويسة، ما يكونش زيت يعني ريحته ليه ريحة. تمام. بنزل بقى كده بالمقادير كلها، وبضربها كده لحد ما تنعم معايا خالص والسكر يدوب. وبنزل كمان بالسباتيول اللي على طروف البولة اللي انا شغالة فيها. وبقى انزل بقى في الاخر بكوباية من اللبن، وبضربهم تاني. طبعا زي ما قلت لكم الخطوه دي تقدري تعمليها في الخلاط او اي حاجه، وبتنزلي بقى بيهم دلوقتي على المقادير الجافه اللي احنا خلطناهم مع بعض. وببتدي ان انا اخلطهم مع بعض كويس جدا بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما يختلطوا كويس جدا مع بعض، وما يبقاش فيه اي تكتلات او اي دقيق لسه ما اتخلطش مع بعض. سهلة جدا الصراحة وبسيطة. دلوقتي طبعا القوام تقيل. بنزل عليهم بربع كوباية من المية المغلية، تكون مغلية نازلة كده من على البوتاجاز. ضفتها عليهم على طول، وقلبتهم لحد ما القوام بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا برسم كده رقم 8 او اي رسمة كده، بشوفها بعينيا وبعد كده بتختفي. ده القوام المناسب جدا للكيك بتاعي. دلوقتي بنزل فيه في صينية، أكبر صينية في الطقم البايركس أو الطقم اللي هو المستطيل، اللي هي تبقى في النص. او انت عايزاها تبقى عاليه معاكي، ممكن تحطيها في صينيه اصغر زي ما انتوا عايزين. يعني هي ما بتقفش على حاجه. المهم ان انتوا، انا هحطها في صينيه واسعه عشان مش عايزه العلو بتاعها يبقى جامد. تمام. هدخلها الفرن على درجه حراره 180، وهتاخد معايا نص ساعه في الفرن وهخرجها. دلوقتي هبتدي اشتغل في الصوص. حطيت كوبايتين من اللبن، وعليهم معلقتين من النشا. الصوص ده سهل جدا الصراحة، واقتصادي جدا، بس طعمه خرافي، صدقوني خرافي. ده والله ده يعني مني انا اللي عاملاه، مش شايفة حد عامله.
حطيت عليهم معلقتين نشا، كوبايتين لبن، معلقتين نشا، معلقتين او معلقه ونص من الكاكاو الخام الاسباني، ومعلقتين سكر عادي جدا. بعد ما هدوبهم كويس مع بعض هرفعهم على البوتاجاز. اول ما بيبتدي يتقل هحط قطعه الشوكولاته اللي انتوا شفتوها دي زي ما انتوا شايفين. مش عايزه اطول عليكم، فانا عملتها على البوتاجاز لحد ما تقلت، وضفت كمان الشوكولاته وبقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي الكيك خرجت من الفرن، وطبعا سبتها تبرد خالص. ممكن كمان انا يعني بيتها، قعدت من بالليل للصبح. انا ما كنتش يعني عايزه اشتغل فيها او مش محتاجاها في نفس اليوم، فبيتها. انتوا ممكن تصبروا عليها ساعه او حاجه لحد ما تبرد. قشرت الوش بتاعها زي ما انتوا شايفين. جبت كوبايه من اللبن، تقدروا تضيفوا عليها معلقه من القهوه سريعه الذوبان. انا ما كانش عندي، ضفت عليها معلقه كاكاو عادي جدا، وسقيت بيها الكيك بتاعي. والصوص وهو دافي كده، مش وهو سخن قوي، رحت جايه ضيفاه على وش الكيكه زي ما انتوا شايفين بالشكل دوا. اهم حاجه ان انتوا تقشروا الوش عشان الكيكه تشرب اللبن اللي انتوا هتحطوه، وكمان الصوص يبقى حلو فيها كده ويمسك فيها، ما يبقاش على الوش بس او يقع من عليها. زي ما انتوا شايفين الصوص كميته كويسه جدا على الصينيه اللي انا حاطاه فيها، عشان دي صينيه كبيره. يعني انتوا لاحظوا بردك النقطه دي. دلوقتي بقى سبتها تبرد، وسويت وشها كده شويه بالمعلقه، عملته شكل اي حاجه، يعني التزيين ده بتاعكم انتوا. وكان عندي سبرينكلز اللي هي اللولي الصغير ده، ابتديت ان انا ازين بيه. اي بقى تزيين انتوا عايزينه، دي حاجه ترجع لكم انتوا. بس الصراحه يعني هي دي عطتها شكل جميل جدا، ودوت سعره بردك مش غالي. ممكن ترشوا جوزة هند، ممكن تعملوا اي شكل كريز، كريم شانتيه، طبعا اللي متوفر عندكم اشتغلوا بيه. انا كان عندي دول الصراحه، فاشتغلت بيهم، كان عاطينهم شكل جامد جدا لما تقطعوا كده قطع. كان جاي لي ضيوف وعملتها الصراحه، يعني شرفتني جدا وعجبت كل اللي دقها. ان شاء الله انتوا كمان تجربوها وتعجبكم، وتعجب اطفالكم، وتعجب ضيوفكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين ابتديت ان انا ازينها كده، رشيت عليها كلها. ولو وصلتي للمرحله دي في الفيديو اوعي تنسي اللايك. بصوا بقى شكلها الصراحه جامد جدا. انتوا ممكن يعني كده دي تورتويه او جاتوه. هبتدي بقى ان انا اقطعها قدامكم ومعاكم كده، وهتشوفوا انا هقطعها قطعه كده واوريها لكم بعد ما خرجتها. انتوا طبعا شفتوها في اول الفيديو، وكل ما هي بتقعد كل ما الصوص، يعني انا كده الصراحه قطعتها بدري. المفروض ان هي كمان كانت تقعد شويه لحد ما تمسك نفسها كده والصوص يركز عليها ويجمد شويه واوريها لكم. بس انا الصراحه ما كنتش يعني صابره عليها، كنت عايزه كده ادوقها لان انا بحبها جدا الصراحه. فبصوا بقى الشكل كان تحفه جدا، والطعم كمان كان تحفه. الصوص كان دافي كده شويه، مش بارد، فكان في الشتاء ده كانت جامده الصراحه. ان شاء الله تعجبكم. والصوص لوحده والله طعمه وهم، قطعه الشوكولاته اللي انا بضيفها عليه بتديله طعم جامد جدا. شايفين بقى. ان شاء الله تعجبكم باذن الله. ومتنسوش اللايك وتشتركوا في القناه ان شاء الله، لان كل الوصفات اللي عليها واللي لسه هنزلها ان شاء الله هتعجبكم. ومتنسوش تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم دلوقتي. مع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه يا اجمل واحلى متابعين في الدنيا. باي باي.